أنا بتكلم على سوء الحماية اللي في المركب المعدية. ما فيهاش حماية كانت زي اللي احنا بنتكلم فيها دي، ما فيهاش حماية. جاء أخطأ السواق أي حاجة المفروض العربية في حاجة تصدها، ما صدهاش، الباب مفتوح بتاعها. حماية ده انعزالك، لا فيها عوامات ولا في أي شيء في المركب. جابوها كله اليوم اللي حصل فيه الحادث، ثاني يوم جابوا كل الحاجات جابوها عليها بعد طفايات، كله جابوها بعد كملوا بعد. السبب الحقيقي في المشكلة دي رقم واحد العبارة حضرتك مفترض ان فيها لسان بتخش عن طريق العربيات، بينزل تحت عشان تطلع على العربيات جوه العبارة. اللسان ده بعد ما العربيات بتخش المفروض انه بيترفع بزاوية 90 درجة او بزاوية 45 درجة. ليه؟ عشان لو العربيات دي لا قدر الله في الطريق حصل مشكلة ورجعت لورا ما تنزلش البحر، ما تنزلش النيل هنا فتغرق وتحصل كارثة. اللي حصل ان اللسان ده للاسف ما ترفعش وفضل نايم. اثناء النزول هنا الملابسات اللي حصلت وخلت العربيه دي تنزل ميه ان اللسان ده ما اترفعش، فبالتالي حصلت الكارثه دي. رقم واحد حضرتك الجهه المالكه للعباره. رقم اثنين حضرتك اداره المسطحات اللي بتسمح بترخيص العباره دي. اولا بيان الاجراءات الفنيه السليمه الموجوده في العباره، بيان موجود المعدات اللازمه للانقاذ، بيان المعدات الموجوده الخاصه بالاطفاء. كل ده حضرتك ما كانش موجود. يعني النهارده الصبح حضرتك حطوا ايه في العباره عشان يجي تعمل معاينه والنيابه تفرج عنها؟ حطوا وحدات الانقاذ اللي هي الكاوتشات، وحطوا طفايات الحريق. فجات المعاينه للعباره وتم بيان ان الحاجات دي موجوده، فتم الافراج عن العباره. حضرتك الكلام ده بنسمعه من 20 سنه، من ايام النائب محمد محمود علي حسن الله يرحمه بنسمع الكلام ده، مفيش حاجه بتتم خالص، مفيش اي اجراءات تمت. وحتى لو هو الكلام ده صحيح حضرتك لسه الموازنه ما اتطرحتش، ما اتحطتش فيها اي حاجه، فعشان تقول الكلام ده يبقى اكيد الموازنه اتطرحت. الكلام ده ما تمش لسه لغايه دلوقتي. احنا حضرتك في شهر 3، الكلام ده بتعمل في شهر 5 وشهر 6. الموازنه القديمه والموازنه الجديده. الحادث ده والجماعه اللي توفوا ده قضاء وقدر والحاجه، وبرضه في اهمال برضه من المعديات اللي كانوا يطلعوا فيها، مش كانت مأمنه ولا فيها طفايات ولا فيها اي حاجه، ما فيهاش تأمين خالص، ولا اي عباره مأمنه ولا اي عباره، كله سواء. بص يا سيادتك، احنا نطلب الجهات المختصه كلها بانشاء الكوبري، لان الكوبري ده كان مخطط، وكانوا عاملين الكوبري ده في سنه 91 وطلع في ميزانيه المجلس تبع التخطيط على اساس يربط بالشرق والغرب، تمام. وراحت لاصحاب النفوس اللي معها اراضي زي اللي هيعدي فيها الكوبري، تمام، رفضت المواضيع واضغط على رئيس مجلس المدينه، كان ايامها الاستاذ حسن موافق رئيس مجلس مدينه قوس، وهو راحوا حولوا قالوا خلاص احنا نلغي الكوبري ده، وراحوا عدوه جنة وعملوا لنا الكوبري ده اللي هو اللي شغال في الوقت الحالي. انما هو الكوبري اساسا تخطيطه طالع من المطافي يطلع بهنا في نفس الاتجاه ده على طول، على اساس يربط الغرب والشرق. واصحاب النفوذ زي ما انت عارف كل واحد بيخاف على ممتلكاته وكذا. تطلباتنا نطالب المسؤولين كلهم بكوبري يربط بين الغرب والشرق، وده هي الخدمه الوحيده. وثاني عن ذلك برضه العباره اخطا. العباره ليها حاجز باليمين وبالشمال، ليه ما رفعش الحاجز ده لفوق؟ الباب ده ليه موتور يدوس عليه يرفع الباب لارتفاع حوالي 80 سم، تمام. هو عاملينه باليد ملف كده على 15 سم بس عشان ما يضربش في الطرف. وهذه هي الحقيقه اللي احنا ماشيين بيها. ودير بالك العباره ما فيهاش اي
اي ممتلكات صح. امبارح حطوا فيها الزينه وحطوا فيها العجل وحطوا فيها كل حاجه. العباره غير مخصصه للتخصيص الادمي نهائيا. هو ده قضاء وقدر، بس احنا عاوزين الجهات الفنيه دي يعني المفروض دي مش عربيه بتفحص كل سنه، مش بتدفع تعمل ضرايب، دي مش بتجيب فلوس، مش بتدخل فلوس، ليها فحص ولا مش فيها فحص، ليها جهاز فني مش ليها جهاز فني. اما ما نقدرش نقول اي حاجه، احنا ما نعرفهاش، احنا ناس مزارعين وفلاحين ما نعرفش ايه القصه دي، مين بيبحث منين. بس زي ما عربيه بتروح مرور تفحص نكايتي، المفروض دي تفحص كل سنه، ليها فحص كل 6 شهور ليها فحص. انت لو في عربيه مع احترامي ليك طالعه جايبه اسطوانات تقدر تطلع الطلعه دي؟ هترجع جامد لو حيطه وراها هتوقعها سيادتك. حضرتك هتنزل تاني، نفس الموضوع هيتكرر. من الاساس موضوع يتكرر في الدخان ده. يعني الناس دي العباره هي طبعا كويسه مع احترامي ليهم، يعني معلش فيه، بس انت عندك مرسى هناك. طب ليه ما استفدتش من مرسى هناك؟ ايه مصنع ما يشتغل الا 3 شهور 4 شهور خلاص. طب والباقي؟ طب ما انت استغل بيه. انا استغل بيها. طيب لا انا استغل بيها. انا استغل هيزيني ده انا هوقف، انا رئيس مركب هيزيني. مش هيزيك باحترامي، انا هشتغل هنا. تمام انا زي ما تمام ليك ساعه مثلا. تمام طالب بحاجه انت بتدفع فلوس لمين انت؟ مش بتدفع فلوس ترخيص، بتدفع ده كل خزين. زي يا باشا زي ما عامل مكيتي مرسى وعامل حاجه صح، انا اعمل لي صح، انا هبطل حوض تعمل ضراب. بنعي الجميع بوجه له كلهم واجب العزاء. طلبت مرارا وكرارا المسؤولين وزير النقل والمواصلات السيد المحافظ على إنشاء كوبري علوي يربط قوس ونقادة. بالنسبة للحادث المأساوي اللي حضرتك ذكرته، هو بالفعل طبعا ما نقدرش نقول غير ان هو فعلا مأساوي، لان فقد اي روح بشرية تعتبر مأساة بدون وجه حق يعني. انما ده فعل بشري يعني ما فيهوش مثلا خطأ. انا احب برضو انوه ان العبارة اللي كانت عليها الحادثة مترخصة، اجراءاتها القانونية سليمة، ما فيش اي خلاف في الجزئية دي تماما، وهي يمكن ملك الاهالي، هي عبارة خاصة ملك الاهالي ملتزمين بالشروط واللوائح والاشتراطات، ولكن هو خطأ بشري من ناحية السائق، ان هو بدل ما يدفع للامام والعربة تطلع فدفع للخلف، فكان لدرجة هو يعني ازال حتى جزء كبير من السور بتاع العبارة. دي حاجة طبعا اقدار ملهاش علاقة يعني مش شيء مقصود او شركي او موضوع جنائي، وده طبعا يقدر يتكلم فيه النيابه اكتر مني طبعا، ولكن ده ما يمنعش ان احنا برضو ننتبه، يعني ان احنا لو في اي قصور في المكان، لو في هيبقى متابعه دوريه في استمراريه. وفي نفس الوقت احب انوه ان في كوبري حاليا شغال في الخطه 17 18 في الخطه، ان في كوبري هيربط بين قوس ونقاده، فده برضو يعتبر نقله حضاريه لمدينه قوس. فان شاء الله يعني نامل ان يعني الاحداث اللي بتحصل نتيجه اي خطا بشري تبقى قليله، ويبقى فيه وعي اكبر، برضو يبقى فيه ثقافه لدى السائقين. وطبعا في الاول والاخر يعني لا نملك الا العزاء لاهالي الحادث.